المهندس خالد مرتجي في اجتماعه مع اتحاد الكوره مع وجود ممثلي الانديه كلهم، قال لهم يا جماعه احنا عايزين نطبق اللعب المالي النظيف. يعني انا دلوقتي كنادي اهلي انا بخلي الميزانيه بتاعتي الناس كلها تشوفها، وبخليكم تطلعوا على الميزانيه، وباجي اقول لكم انا عقد الرعايه بتاعي بكذا. النهارده انا عقد الرعايه بتاعي ب 2.5 مليار جنيه، ودلوقتي انا عامل 4 شركات للكوره. الشركات ديت بتدعم النادي وبتجيب لي لعيبه وبحقق منها ارباح، وبقدم ده كله للمركز المحاسبات، وكله بيطلع على ميزانيه النادي الاهلي. يعني قال له يا ريت الكلام ده برضه يطبق على بيراميدز ويطبق على الزمالك ويطبق على الانديه الثانيه. يعني انا دلوقتي كنادي اهلي عايز اطبق اللعب المالي النظيف عشان خاطر اطبق الفير بلاي. انت دلوقتي بيراميدز محدش يعرف الفلوس ديت ميزانيته كام، محدش يعرف الدخل بيراميدز منين. فانت دلوقتي كنادي اهلي نفسك تطبق اللعب المالي النظيف، بس اتحاد الكوره مش مساعدك او رابطه الانديه مش مساعدك تطبق الكلام ده. قال لهم كمان في نقطه تانية عايزين برضو ان احنا نطبقها. ايه النقطه؟ قال لك دلوقتي انتوا بتتكلموا على ترخيص الانديه. قالوا له قالوا طب في انديه، خلينا مرتجع قال لهم كده، في انديه المفروض الرخصه بتاعتهم ما اتجددتش ومفروض تتسحب منهم. طبعا الكلام رايح على بيراميدز طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده ان هي عليها فلوس للاستاذ محمد الطويل بتاع نادي النجوم، فلوس انتقال محمود صابر، والفلوس ديت ب 35 مليون جنيه المفروض بيراميدز دفعهم من اول يوم. بس طبعا الفلوس ديت بقى عليها فوائد وبقى عليها تعويضات تصل الى 100 مليون، وبيراميدز عايز يدفعها. بس بيراميدز بيقول لك ايه، انا مش هدفع. طب ليه؟ قال لك اصل انا مستثمر واتحاد الكوره مش هيكلمني. لا، مفيش حاجه اسمها كده، ما في حاجه اسمها ايه، خلاص بقى هنطبق القوانين واللوائح، وانت دلوقتي يا بيراميدز لازم الرخصه بتاعتك لازم ان انت تجددها وتدفع المديونيه اللي عليها، لا اما مع السلامه. لان حتى اتحاد الكوره لو جاملك، طب ما دلوقتي النادي الاهلي خلاص في القضيه اللي انت رافعها عشان خاطر تقول لا انا عايز الدوري، النادي الاهلي قال لك لا تعالى بقى نتحاسب، انت فين الترخيص بتاعك؟ وقدم للمحكمه الدوليه الكاس. قال لهم يا جماعه دلوقتي بيراميدز الرخصه بتاعته منتهيه، يعني هو المفروض ما يلعبش في بطوله افريقيا، يعني هو المفروض ما يلعبش في الدوري، المفروض يعني اما يصحح اوراقه وتقنين اوضاعه ويلعب طبقا للوائح والقوانين، ويعرفنا ميزانيته كام، ويعرفنا دلوقتي مصدر دخل بيراميدز منين، ويعرفوا الفلوس دي بتروح فين وبتيجي منين، عشان يبقى في فير بلاي. ما يجيش مثلا بيراميدز حنفيه دولارات ماشي، ولا حتى يعني مثلا عارف لو بيتعود على البلد مثلا ان هو عمل استاد اقول ماشي، عمل حاجه لقطاع الناشئين اقول ماشي. يا جدع ده لما بيجي يلعب ماتش مثلا في الدوري على ارضه هو مأجر استاد الدفاع الجوي، طب ما تبني استاد، دي حنفيه دولارات عماله يعني ملهاش محبس، ابني استاد.